سلام خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في صحه جيده يا ربي. كيف ما كيبان لكم البنات غادي نشارك معكم التقليه او الدواره او الكرشه على حسب كل منطقه وشنو كتقول ليها. كتجي البنات ما نقولش لكم في المذاق كتجي زوينه. كيف ما كيبان لكم عندنا واحد الكميه ديال الكرشه اللي فيها الكرشه وفيها الريه وفيها القلب البنات اللي كنكونوا غسلناها مزيان وكنسلقوها في شويه الحامض باش كتحيد منها ديك الريحه اللي كتكون فيها. ما كنسلقوش البنات بزاف، غير شويه، غير كتطلع ديك الغليه وكنطفيو عليها البوطه. هنا عندنا واحد الحبه ديال البصله، عندنا الحامض مصير، قزبر ومعدنوس، وثلاثه الفصوص ديال الثومه. وهنا عندنا الزيت، عندنا الكمون، عندنا الكركم، عندنا الفلفل الاحمر او التحميره، سكينجبير والبزار، وعندنا كذلك الملح. غادي نبداو على بركه الله. غادي ناخذ ديك الحبه ديال البصله البنات، غنقطعوها قطع رقيقه، ولا ما بغيتوش البنات تقطعوها كيف ما درت لها انا، تقدروا تحكوها في الحكاكه اولا تطحنوها في الهاشوار اللي متوفر عندكم البنات. ولا ما عندكمش اختي لا هاشوار لا حكاكه لا حتى شي حاجه، ديري لها غير قطع رقيقه كيف ما درت لها انا وصافي البنات. راه اصلا هي ما كتجيش باينه في هذه في التقاليه البنات، راه كتذوب مع الطياب صافي. من بعد البنات غادي ناخذ طنجره الضغط كيف ما كيبان لكم. غادي نضيف ليها ديك التقليه ديالنا صافي، وغادي نضيف هذيك. انا البنات راه كندير كلشي في دقه. غادي ندير هذيك البصله كيف ما كيبان لكم صافي، وغادي نضيف هذاك القزبر ومعدنوس والثومه. هنا البنات تقدروا تضيفوا هذاك قزبر ومعدنوس الا كان عندكم مثلا مقطعينوش ما ديروش في الثلاجه. تقدري تاخدي شويه ديال القزبر ومعدنوس، وتاخدي هذيك ثلاثه الفصوص ديال الثومه، وتاخدي واحد نص ديال الحامضه ولا ربع ديال الحامضه، غير القلب ديالها البنات، غير القلب ديال الحامضه، وواحد ربع كاس ولا نص كاس ديال الزيت البلديه البنات، وطحنيهم في الميكسور مزيان مزيان. ما نقولش لكم البنات يعني كيتركز هذاك المذاق ديالهم وكتجي في التقليه غزاله الصراحه. انا حيت عندي هذاك الربيع اولا القزبر ومعدنوس مقطعين، داكشي علاش ما درتش انا. اما انا البنات هذه هي الطريقه ديالي، كنطحنهم كاملين مع بعضياتهم، كيتركز داك المذاق ديالهم وكيجي باين وكيجي بنين. المهم درت البنات قزبر ومعدنوس، ضفت واحد ربع حامضه اللي قطعتها قطع صغيره. من بعد درت هذوك ثلاثه الفصوص ديال الثومه، وبديت البنات دابا في التوابل. درت شويه الزيت، ودرت واحد المعلقه ديال الكمون، معلقه صغيره ديال الكمون، وغادي نديرو دابا معلقه ديال الكركم، وغادي نديرو كذلك واحد المعلقه ديال التحميره كيف ما كيبان لكم او البابريكا، وغادي نديرو كذلك واحد المعلقه صغيره ديال السكينجبير اولا الزنجبيل، وغادي نضيف نص معلقه ديال البزار. يعني البزار ما كنكثروش، راكم عارفين كي على حساب كيجي حار، داكشي علاش كنديرو غير نص معلقه. وغادي نضيف كذلك الملح على حساب الذوق صافي، وغادي نشعل عليها البنات البوطه ونخليها تقلى واحد 10 دقائق. المهم هنا كنحاول ندمج العناصر ديالي. وغادي نزيد البنات واحد ما عرفتش انا واش شاركت معكم ولا لا، غنزيد واحد شويه ديال شويه ديال الخرقوم ملونه البنات، يعني اختياري، تقدروا تضيفوه تقدروا تستغناو عليه، غير شويه ما نبالغوش بزاف صافي. وغادا نشعل على البنات البوطه كيف ما قلت لكم، بوطه مهيله، وغنخليها تقلى واحد 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه. معليش شحال ما تقلات البنات كتجي زوينه. من بعد فاش كتسدوا عليها ما كديش معكم بزاف ديال الوقت في الطياب. انا البنات غادي نسد عليها وغادي نرجع معكم ما تشوفين. هنا البنات غادي نضيف واحد تقريبا واحد ربع كاس، غير داك السوبر اللي كان فيها القزبر ومعدنوس، غسلتها بواحد شويه ديال الماء، تقريبا واحد ربع كاس كيف ما قلت لكم صافي. وكنضيفو كنخليها تقلى على خاطرها البنات باش كتجي زوينه، يعني ما تلحقوش كيما نولي شي اخوات يعني ديريكت كتدير فيها المقادير، كتضيف الماء كتسد. ما عرفتش انا هذيك ما يعني ما عمرني ما درت هذه الطريقه. هذه هي الطريقه ديال البنات في التقليه، يعني كنقليها مزيان وكنعطيها حقها مزيان. عاد من بعد البنات كنروي وكنسد. باش ترويو البنات رويو من الاحسن بالماء سخون، يعني فاش كتكون هي يعني دايرينها على البوطه
وكترويوها بالماء بارد كتقصاح لكم البنات، كتكنزز ما كتبغيش طيب لكم بالزربه. داكشي علاش كنحاولوا يعني شحال ما رويتوها بالماء طايب كان احسن. انا هنا البنات راه كندير فيها الماء سخون، وكيف ما كيبان لكم البنات يعني كنعطيها الماء كيجي هو هذاك، ما كيجيش عاوتاني فوق منها وما كيجيش تحت منها. كندير معاها الماء نيشان صافي وكنسد على البنات. تقريبا خدات ليا واحد 25 دقيقه يعني كانت موجوده. وهانتوما معايا البنات نتلاقاو فاش طيب لينا التقليه ديالنا. هنا البنات من بعد ما دازت ديك 25 دقيقه كيف ما كيبان لكم لقيتها طابت. غادي نضيف دابا واحد شويه ديال الطوماطي، تقريبا واحد 2 معالق، 2 معالق ديال الطوماطي البنات باش كتخثر لينا داك الروا وكتعطيها ديك الحموضيه اختي ديال المطيشه. راكم عارفين تقدروا تضيفوا هذه البنات الطوماطي المركزه، ولا تقدروا ديروا هذيك مطيشه تحكوها. الا عندكم مطيشه تحكوا واحد 2 حبات ديال المطيشه البنات وتضيفوهم صافي. وغادا نضيف هنا البنات الزيتون والحار صافي. وما غاديش نسد عليها هنا البنات، ما نسدش عليها، غنخليها غير تشرب ليا ديك الرواق ديالها. ونتلاقاو البنات فاش نكون كنحط فيها ان شاء الله. وكان هذا هو الشكل النهائي البنات ديال التقليه ديالنا. كيف ما كيبان لكم التقليه اولا الدواره على حساب كل منطقه وشنو كتقول ليها. كتجي البنات مشربه، كتجي معلكه، وكيجي المذاق ما نقولش لكم اختي شكر راسو داز من هنا. ونقول لكم البنات الا بقيتوا حتى لهنايا شكرا لكم بزاف، شكرا على التعاليق ديالكم البنات. ربي يخليكم. والله كلمه شكرا قليله في حقكم. كنبغي نقول لكم البنات الا بقيتوا حتى لهنا الله يسهل عليكم والله يحفظكم وربي هو اللي غادي يجازيكم. طلب واحد البنات كنبغي نقول لكم ديروا لايكات البنات، كثروا ليا من اللايكات الله يسهل عليكم، وبارطاجيو القناه مع الاهل والاصدقاء. وحتى هنا نكون وصلنا للنهايه. كنخليكم في امان الله الى فيديو قادم ان شاء الله.